السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. اللهم بلغنا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. خلاص كلها يوم واحد، رمضان على الأبواب. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ربنا يعود عليكم وعلينا الأيام بخير يا رب. هنا بقى هنعمل مع بعض الفستق. طبعا هو الفستق الكذاب، ربنا يبعدنا عن الكذابين يا رب. حمام كداب، فستق كداب، حاجات كتير قوي بقت كدابة في الأكل، مع إني مش حابة كلمة كداب دي على فكرة. لكن يلا بقى نصلي على رسول الله وندخل على الوصفة على طول. هنا معايا ربع كيلو من السوداني، ومعايا شايفين ده لون جل طبيعي، ده قابل للأكل يعني، ما تقلقوش من حاجة خالص. ده حلو جدا، اللون الجل ده حلو قوي، احلى بكتير من البودر. تمام. هنا معايا كوبايه هضيف فيها نقطه كده من لون الجيل، وهدوبه بميه بسيطه، او يعني هاخد بالمعلقه. انا هنا حطيت نقطه واحده بس، وهاخد معلقه ميه، هاخدها حتى بالمعلقه كمان اهو، وهدوبها كده، وهضيف على السوداني وهقلبه على بعض. هحتاج تاني على فكرة، انا حطيت نقطة صغيرة لان هو قوي جدا في اللون بتاعه. فمش عايزاه يبقى جازع اللون، يبقى اخضر قوي. فضفت بقى كده اهو، هبتدي اقلب بالشكل ده. انا حسيت ان هو محتاج تاني، فقلت هضيف نقطتين كده كمان. هو بتبقى عاملة زي القطرة كده اهو. وبرضو هاخد معلقة مية. بصوا انا عايزة اقول لكم الربع كيلو هياخد 3 نقط من اللون الجل بالظبط. حلو قوي وكفاية عليه جدا، عشان اللون ما يبقاش صعب فيه. وهبتدي اوزع كده اهو زي ما احنا شايفين، عشان في التقليب ما يبقاش اللون كله في جزء واحد. تمام. احب اذكرك انك تذكري الله، والناس اللي بتعمل الكومنتات يا ريت تعملوا لي اللايك قبل الكومنت بعد اذنكم فضلا وليس امرا. عايزه اقول لكم الفيديو يعني هو كله على بعضه والله، انت لو عملتيه في البيت مش هياخد معاكي 3 دقايق، بالكتير قوي 7 دقايق، عشان ما نبقاش كدابين زي الفستق الكداب كده. مش كل حاجة كدب في كدب يعني. فلا بجد هياخد معاكي 7 دقايق بالظبط، ومش هتتعبي في حاجة. بصوا انا عايزة اقول لكم حاجة مبدئية، انا حباه في حاجة واحدة بس، اللون بتاعه حلو. يعني لما باجي اعمل حلويات واجي ازين كده بيبقى اللون بتاعه حلو. في ناس بتحب تضيف بقى اضافة، بتضيف ايه؟ لون اسفة، طعم الفستق. في طعم الفستق كده بيتباع عند العطار برضو، وبيحطوه عليه. انا بصراحة مش حابة الموضوع دوت، لان انا بحب طعم السوداني نفسه. لكن انت لو بتحبي الفستق وحابة ان انت بقى تضحكي على نفسك تقدري تضيفي طعم الفستق. خلاص. هنا بقى بعد ما قلبت كده اهو، ضفته بقى كده في صينية، لازم صينية ألمونيا طبعا. وهنبتدي نوزعه كده عشان ندخله الفرن. هيدخل الفرن قد ايه؟ هيدخل الفرن مش هياخد معاكي 3 دقايق او دقيقتين كمان. يعني انت اوعي تكوني بتعملي حاجة وتنسيه وتسيبيه، هيتحرق منك. مش هياخد معاكي وقت خالص. عايزه تعمليه على البوتاجاز من فوق وتفضلي متابعاه وتقلبي فيه، بس تبقى ايدك فيه يا ريت. انما لو هتعملي وهتحسي ان انتي هتنسيه، يبقى بلاش تحطيه في الفرن. بصوا انا كده اهو الشكل بتاعه. بصوا بقى هنا بعد ما خلاص دخلته الفرن وخرجته، بصوا انا بمسكه كده بايديا عشان اوريكم ان اللون اهو مش بيطلع في ايدي. هو كده خلاص تمام ناشف وحلو جدا. وخلاص يعني كده يعتبر انا ثبت اللون فيه مش اكتر. تمام. هبتدي بقى اعمله في المطحنة. طبعا المطحنة دي تكون بتاعة الحلويات اهو، مكان يعني السكر بقى والحاجات ديت هتطحني فيه، وخلي بالك ما يكونش مكان البهارات. وهبتدي بقى اطحنه. مش هياخد، شايفين يعني انا بالنسبة للفيديو هو خد معايا وقت عشان الفيديو، لكن غير الفيديو والله مش هياخد وقت خالص. كده اهو بالشكل ده.
خلي بالك بقى مش عايزين نطحن قوي لان احنا مش عايزينه بودر، احنا عايزين يكونوا مجروش، بحيث ان هو يبقى برضو باين كده شوية. تمام، هنشوف برضو الشكل دلوقتي عامل ازاي. بصوا، انا هنا حاسه ان انا ايه يعني اتطحن مني شويه، لكن الشويه اللي باقيين بقى مش هطحنهم قوي عشان ما يبقاش بودره. خلاص اهو، واللون بتاعه جميل جدا على فكره، انا عملته قبل كده برضو كان حلو قوي، وده اللي خلاني اعمله لان انا حابه اللون بتاعه زي ما قلت لكم. ان شاء الله بامر الله هنعمل حلويات في رمضان، وهنشوف برضو مع بعض وهنشوف هنحتاجه في ايه. بس عايزه اقول لكم جميل جدا وسهل قوي وحلو. الناس اللي بتحب تغير في الحلويات وتغير في شكل الحلويات ده بجد حلو جدا معاكي، والطعم بتاعه حلو طبعا سوداني، يعني في ناس كتير قوي بتحب السوداني. كده بقى بطحن شويه الباقيين، وكملوا برضو معايا الفيديو لان هقول لكم حاجه في اخر الفيديو. هنا بقى بحاول ان انا انزل كل السوداني اللي في المطحنه، وخلي بالكم لانها بتبقى قفشه كده بتبقى جامده، فخلي بالكم وانتوا بتفتحوها اهو. بصوا هنا عامل ازاي، هنزل بقى بالمعلقه وهقلبه في بعض كده. بصوا بقى هنا ايه، ما طحنتش قوي، تلاقوا اللون بتاع السوداني باين شويه، وفعلا تحسوا ان هو فستق. شايفين كده اهو. كده بقى هنخلص باقي الكميه بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وزي ما عملنا قبل كده ومكملين. هنا باخد اللي انا شايفاه ما تجرش معايا، باخده كده وبضيفه بالمره عشان اعمله يعني مع الشويه الباقيين، وبقلب كده وبشوف اهو. وكده بعد ما خلصته بقى كله، شايفين لونه وجماله عامل ازاي، حلو قوي. بالشكل ده هنا حسيت ان هو محتاج شوية من السوداني. انا هنا بصوا معايا شوية كمان اهو بتاع تمن مثلا اهو. وهبتدي بقى ايه اعملهم برضو واحطهم عليه، وبالشكل ده بقيت احطهم بقى في برطمان، وحطيته بقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بص هو ملالي برطمان، ده انا كده لسه ما ضفتش السوداني التاني كمان اللي وريته لكم. بصوا اهو، انا هنا مليت البرطمان الاولاني وده التاني، بس ده مش هيتملي قوي. هعمل ايه بقى، هطحن مش هطحنه، هجرشه برضو السوداني اللي عندي اللي وريته لكم، وهملى البرطمان التاني. بصوا اللون هنا بوريه لكم عامل ازاي. هنا بقى عملت السوداني اللي وريته لكم ده لوحده، وهحط ده على ده، وشوفوا اللون هنا. بصوا مش هيحصل حاجه، انا كده هقلبهم في بعض هيديني برضو شكل الفستق بالظبط اهو. ومليت البرطمانين بقى عندي 2 بقى اهوت، واقدر استخدم زي ما انا عايزه وبراحتي خالص. تقدري برضو تجيبي تمن سوداني او ربع وتخليه عندك احتياطي لو انت عملتي دوت، وتخلي التاني برضو عندك وتستخدميه عادي خالص. بجد الفكره حلوه وحلوه جدا، وبيغير معاكي طبعا في الحلويات، بيبقى حلو قوي. كل عام وانتم بخير، يا رب تكون الوصفه عجبتكم. السلام عليكم، رمضان كريم.